اكتر فيديو طلب مني من ساعه ما بدات القناه دي. بصراحه كده احلى حاجه في الفيديو ده وانا بصوره يعني ان شهر 11 لسه داخل علينا، يعني بصراحه كده مفيش وقت احسن من الوقت ده ان الفيديو ده ينزل فيه. عايز اوضح لك في البدايه كده اصلا ايه اللي انت كنت المفروض انك مشيت عليه قبل كده ومحققه خلال الفتره اللي فاتت دي. المفروض تكون انت عملته مثلا الفتره اللي فاتت هو ان تكون استقريت خلاص تقريبا مع المدرسين اللي انت ناوي تكمل معاهم لاخر السنه دي. حاجه التانية بقى هو انك المفروض تكون انت خلاص بدأت تتعود نفسيا على جو الثانوية العامة، وانك بدأت فعلا تكون ماشي بروتين هتكمل عليه لحد فترة المراجعة. التانية بقى هو انك المفروض تكون بدأت مع الدروس خلاص وماشي معاها في الكم اللي هي بتاخده، ولو انت مش ماشي معاها بالظبط فانت يعني قريب منها. ايوه اقفش هنا بقى، وهي دي بقى المشكلة اللي انا جاي اكلمك عليها في الفيديو ده، فارجوك ركز جدا في النصايح اللي جاية دي. ولو مش هتكتب معايا النصايح اللي انا هقولها دي فانت المفروض تسمع الفيديو مره كمان، اقول لك حاجه مرتين كمان يا سيدي. اهم حاجه لازم المعلومه تتكرر على دماغك، لان مفيش معلومه بتثبت من مره واحده، الفيديو ده والله مهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخبار عاملين ايه؟ معاك زيد السيد، والقناه هنا كمان بيتكلم فيها عن المشاكل اللي بتهمك، المشاكل الثانويه خصوصا سواء كانت ثانويه ازهريه او ثانويه عامه مش هتفرق، كمان مشاكل عامه بتنفع طلبه الجامعه جدا. طبعا بقى بتكلم معاك فيها في الفيديوهات دي او حتى في التعليقات تحت برضه. مش حابب انك تضيع الفايده دي منك، تابع دايما اللي بينزل موجود هنا على القناه. لما كنت بكلمك في اول الفيديو عن الحاجات اللي انت المفروض تكون عملتها ومكمل عليها دلوقتي، الطبيعي مش ان الكل عملها ومش الكل كمان اللي عارف يلتزم بيها، فما تقلقش خالص. اني هقولك دلوقتي ازاي تلحق نفسك قبل ما نقدر نقول يعني انك تخش ايه في الغويط بتاع الثانويه العامه كده. هبدا معاك اول نصيحه، وهي انك لازم تفكر بعقلك مش بمشاعرك ارجوك. نقدر ناخد خطوات عمليه تجاه التراكمات اللي عليك، وهي انك لازم تكون مقتنع جدا انك هتقدر تخلص كل التراكمات اللي وراك دي. انت مش مقتنع بس، كمان ده انت متاكد مليون في الميه ان هو ده اللي هيحصل. وخد بالك كمان انا بقول لك الكلام اللي انا كان نفسي بجد اسمعه. كان في ناس كتير بتتكلم عن الثانويه طبعا، بس يعني ما كانش في حد قال الكلام ده بالذات، فارجوك ركز معايا. طيب انت هتسالني سؤال، ايه يا زيد اللي مخليك اصلا متاكد ان انا هقدر اخلص كل التراكمات دي؟ اقول لك يا سيدي، هما سببين. السبب الاول هو انك اصلا لسه تقريبا ما خدتش حاجه، يعني الكم اللي انت خدته في الدروس لسه صغير. ليه؟ لان المدرسين لسه عارفين ان في طلبه لسه محتاره في الدروس بتاعتها ومش عارفه تروح فين، فبالتالي مش عايزه تسبق قوي بحيث ان اللي يجي لها ما يقدرش، يبقى لسه في وقت يعني. بالتاني بقى هو انك كده لازم هتخلص كل التراكمات دي، سواء خلصتها دلوقتي بالذوق وسواء هتخلصها في الاخر بقى بالعافيه وبالزنقه. ارجوك ما تكتبش نفسك عليها، خليك ذكي. ارجوك خلص التراكمات دي دلوقتي بالنصايح اللي انا هقول لك عليها دي، وبلاش تزود الزنقه عليك بعدين. بظن اني وفيت اول نصيحه دي خالص يعني، وديت حقها تماما. طيب تاني حاجه هتعملها وهي انك لازم تبدا تحدد راسك من رجليك. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك انا يعني انك بكل بساطه كده هتجيب ورقه فاضيه وتكتب فيها اسماء كل المواد اللي عندك، وجنب كل ماده هتكتب الدرس وصل فين فيها. الخانه التانية هي انت بقى وصلت فيها فين. ايه انت ما بداتش اصلا؟ والله طيب يعني مفيش مشكله والله، عادي جدا عادي. هتكتب كل اسم فصل مطلوب منك، وهتبدا تقسم الفصل ده للدروس بتاعته، وده اللي احنا هنشتغل عليه. ابسطها لك يا سيدي، تخيل معاك كده طبق كشري لا بهزر. تخيل انت مثلا دلوقتي انت مراكم عليك اول فصل في الفيزياء ما بتاعتوش خالص، اللي هو كان تقريبا بيتكلم عن التيارات الكهربائيه او قانون اوم والكلام بتاع الفيزياء ده. الفصل ده مثلا كان على ايامي، يعني ما اعرفش هم غيروه دلوقتي ولا لا، بس كان في كتاب الامتحان 4 دروس يعني انا فاكر. طيب حلو قوي، انت بعد ما تخلص الجديد وركز على الجمله دي قوي، اوعى تحل مشكله التراكمات القديمه دي بتراكمات جديده، اوعى تحصل كده. بعد ما تخلص الجديد انت هتعمل لنفسك ساعتين بالظبط، ساعة تسمع فيها الدرس ده شرح، والساعة تانية تبدأ تحل عليه وتذاكره. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ والله بسيط جدا يعني. طب لو درس كبير شوية اقول لك هتديله يوم كمان عادي، وماله انت، احنا دوراك وقت لسه الدنيا بعيدة يعني، وماله يعني احنا عايزين نخلص اللي ورانا بكل هدوء واحنا مفيش ضغط خالص. وهتكمل كده بقى يا برنس معايا في كل المواد الباقية. بس اخلص ايه؟ والله اخلص مثلا فصلين في الماده التانية دي، ابدا انا اقسمهم دروس كل يوم. بعد ما اخلص الجديد عندي ساعتين بخلص بعمل فيهم ايه، بخلص درس من الدروس دي، وبعد ما اخلص الدرس بروح اعمل صح كده في الجدول اللي انا عملته في الاول. على فكره انا عادي جدا ممكن اقول لك الكلام النظري اللي بيتقال في العادي، يعني اللي هو ايه، اللي هو خلص كل حاجه النهارده يا برنس، وابدا كده ايه اللي هو شد حيلك كده واجمد كده، انت مالك ضعيف كده ليه؟ اجمد وخد لك مش عارف نص يوم كامل يا برنس خلص فيه الفصل كله، وحاجات كده اللي هو بتتقال نظري، يعني بسميها كلام نظري اللي هو بيتكتب في الورق وبيتقال، بس ما فيش حاجه ده طبعا عمره ما يتطبق على الحقيقه ده.
بس انا بقى عارف ان الكلام ده عمره ما كان واقعي ولا عمره هيبقى واقعي، لان انا كنت مكانك في يوم من الايام وفاهم. مفيش حد بيروح الجيم 6 ساعات في اليوم وبيطلع له عضلات بعدها، لازم بياخد ساعه النهارده، ساعه بكره، ساعه بعده، وهكذا وهكذا، لحد ما بتلاقي بعد فتره التغيير بدا يبان عليه فعلا، وتلاقي الجسم ملا كده. عقبالنا يا رب. هو ده بقى بالظبط اللي هيحصل معاك بعد ما تمشي على النظام اللي انا قلت لك عليه ده. باذن الله باذن الله 6 اسابيع بالظبط هتلاقي نفسك مخلص كل حاجه. تلاقي نفسك كده قاعد بتشرب شاي والدنيا رايقه، وبتبص على زمايلك التانيين وتقول الحمد لله الذي عافانا يعني من تراكمات وكده. كانت نصيحه بقى، ابدا بماده ايه؟ اقول لك انا تبدا بماده ايه. ابدا بالماده اللي عليك فيها امتحان قريب، وصدقني دي هتبقى افضل فرصه انك تلم فيها الماده دي، بحيث انك تكون خلصتها فعلا مذاكره، وكمان دخلت عليها امتحان تقيم مستواك في الجزء اللي انت خلصته ده. حاول ارجوك على قد ما تقدر اي امتحان انت تخشه في الدروس، سواء كان شامل بقى او على فصل او على اي حاجه، حاول بجد انك تكون داخل واثق من مذاكرتك دي، اللي هو خلاص انا مش هزود حاجه عن اللي انا ذاكرته في الجزء ده. ليه؟ لان هي دي وظيفه الامتحانات اصلا، هي بتقيس انت ذاكرت ولا لا، وهل انت فعلا ذاكرت صح ولا محتاج يعني تعدل شويه في النظام اللي انت ذاكرت فيه. طيب هتقولي انا عندي واحد امتحانات في كل المواد، انا عندي قريب كده امتحانات في كل المواد. اقول لك يعني بص، اقول لك ابدا بالماده اللي الامتحان فيها مهم. يعني ايه؟ اقول لك طبعا كل الامتحانات مهمه، ولكن الفكره في ان في مدرسين يعني بتعمل امتحانات كل شهر، وفي مدرسين تاني بيعملوا امتحانات كل اسبوع، فمش تهتم بكل اسبوع دي قد ما تهتم بالامتحان بتاع كل شهر. لا، ده الامتحان بتاع كل شهر ده نديله الاولويه، لان هو مره، انما التاني ده 4 مرات، انا هقدر الم اللي بيقع مني بسهوله يعني. طيب لو الدنيا دلوقتي مفيش امتحانات يعني ومفيش ستريس كده، اقول لك يعني طبعا مبروك، كويس يعني، ده حاجه كويسه يعني. طبعا يعني في طب يعني مفيش حاجه اسمها مفيش امتحانات دي يعني. سبحان الله والله. يعني لو مفيش امتحانات، هو انك تبدا فعلا بالماده السهله عليك، هتلاقي نفسك جمعت ال3-4 مواد كده اللي هم فعلا سهلين عليك ومش بياخدوا منك مجهود ومش بتقعد عليهم بالعافيه وكده يعني، هتلاقي نفسك خلصتهم خلصت كل تراكماتهم. ده هيشجعك جدا انك تقول لك ايه ده، باقي 3 مواد ولا 4 مواد يعني حاجه، انا خلصت قبل كده مواد تانيه، مش قلقان يعني. رابع نصيحة بقى، وهي انك لازم يا برنس تحط لنفسك مكافأة. عمر عقلك ما يتحفز الا لو حطيت له مكافأة. والله عقلك ما بيتحفزش الا في حالتين، يا اما تحط له مكافأة، يا اما تيجي في الاخر وتتزنق زنقة. ارجوك ما تحطش نفسك فيها، لانك في ثانوية عامة الموضوع، انت مش في جامعة ولا في اولى ولا في ثانية، انت في ثانوية، فما ينفعش تحط نفسك في الزنقة دي. ارجوك حط لنفسك مكافأة بعد اي حاجة تخلصها. يعني مثلا انا خلصت النهارده الساعتين بتوع اول درس، وخلصت فعلا اول درس والدنيا تمام، طيب بحط لنفسي مثلا والله ده انا هقعد مثلا على اليوتيوب، او حتى مثلا هعمل، او حتى مثلا هروح اتفرج على فيلم، او حتى هنزل يا سيدي اتمشى في الشارع، اي حاجه المهم تكون انت بتحبها وهتحفزك انك فعلا تخلص الساعتين دول. يبقى احنا كده لعبنا ان الساعتين دول بقوا حاجه قليله، ساعتين يعني هذاكرهم وخلاص يبقى خلصت درس، مش مشكله. ده الحاجه التانيه انك لا، ده انا لو خلصت الساعتين دول مش هاخد المكافاه التانيه دي. واوعى اوعى تاخد المكافاه يا برنس من غير ما تخلص الحاجه، انت كده بتضيع النظام كله، انا ماليش دعوه. انك لما بتعمل نظام مكافأة ده بيحفز عقلك ان هو يفرز دوبامين، وبالتالي لما بيفرز دوبامين في جسمك ده بيديلك نشاط وتحفيز فعلا فعلي كده في جسمك، بتحس ان انت فعلا قادر تخلص الحاجه دي، بدل ما انت قاعد على الكتاب كده يعني، اللي هو لا حول لك ولا قوه. وبكرر تاني، لازم تبقى جد مع نفسك وحازم، بحيث ان الفكره انا ما خلصتش الحاجه يبقى مش هاخد المكافاه خلاص. انت المسؤول عن النظام ده، بقول لك اهو، المسؤول عن الالتزام بالنظام ده، انا مش مسؤول عن كده يعني. انت اكتر من كده هاجي اذاكر لك بقى. اخر حاجه بقى عايز اقول لك عليها، وهي انك تكتب تاريخ كل يوم. يعني مثلا الفيديو ده هينزل يوم الاحد 22 ان شاء الله. طيب انت مثلا يوم الاثنين 23، انا يوم الاثنين 23 هبدا اول درس فيزياء، والله خلصت اول درس يبقى وهكذا، 24 هخلص ثاني درس، 25 هخلص ثاني درس وهكذا. بس انك لما تكتب الجدول كله، والله انا هخلص كل التراكمات عليا في اخر 11 مثلا، فانت ساعتها بجد هتكون خلصت في اخر 11، انك ماشي بجدول متسيستم وعارف انت هتبدا امتى او بدات امتى وهتخلص امتى. وده هينفعك جدا، بحيث ان انت عقلك ما يقعدش يضحك عليك كده ويقول لك ايه يا عم ده انت يعني هتبدا درس ده سحلفه يا عم، ده انت مش مخلص حاجه السنه دي. لا، ده انت هخلص في شهر كذا اللي هو مثلا اخر 11. على فكره انت في اخر 11 تبقى ممتاز لو انت مخلص كل التراكمات اللي وراك وما عندكش اي حاجه جديده، والله هتبقى ممتاز ممتاز ممتاز، وهتبقى انت فعلا كده ماشي صح. انك بترد على قلقك، لا ده انا مش هخلص حاجه بس، ده انا هخلص حاجه ونص وثلاث ارباع كمان. وعايزك ارجوك يعني اوعى تقارن نفسك بحد، اوعى تقارن نفسك، دي خطر جدا والله بجد، وبتحبطك وهتوقعك. اوعى تقارن نفسك بحد. صاحبك ده مش مرقم عليه حاجه بيقول لك يعني، لا مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حد في ثالثه ثانوي تقريبا في الوقت ده مش مراكم عليه حاجه، كل الناس مراكمه بنسب، ممكن يكون مراكم ورا درس بس انت مراكم وراك فصل عادي، والله عادي.
ممكن هو يكون مراكم وراه حصه، هو برضه مراكم. مفيش حد دلوقتي، صعب تلاقي حد ما بيراكمش، صعب. بلاش تحبط نفسك على الفاضي ارجوك، بجد نفسيتك مهمه جدا في ثالثه ثانوي. نفسيتك لسه ما ينفعش تبوظها من الوقت ده، لسه في حلو كتير جاي ان شاء الله. مش بلاش احبطك. طالما انت بتحسن من نفسك كل يوم صدقني انت كده ماشي صح، والله انت كده ماشي صح. انا عايزك تبقى واثق من نفسك كده وعارف يعني ومتاكد ان هي سنه وهتعدي، كده هتعدي سواء ذاكرت فيها او ما ذاكرتش فيها. خليك ذكي وارجوك اكسب منها وخش الكليه اللي انت نفسك فيها بجد. وفي النهايه عايز اشكر اي حد بصراحه بيكتب لي كومنتات تحت، سواء كان بيسال عادي او حتى بيكتب كومنت جميل زيه كده. والله ده حاجه كبيره عندي جدا جدا جدا. اي تعليق انا بكتبه تحت ببقى فعلا انا برد عليه بنفسي، وببقى نفسي والله كمان يعني اكلم الشخص فيس تو فيس كده واقول له كل النصائح اللي هو نفسه يسمعها وارد عليه في كل الاسئله اللي هو عايز اجاوب عليها. اطلب منك طلب بسيط في الاخر، انت عارف ان انت دلوقتي موجود، يعني انت كان نفسك في حل التراكمات وهو ان شاء الله ده حل كافي جدا. اكيد في واحد صاحبك نفسه في حاجه يحل بيها تراكمات، او اكيد واحده صاحبتك برضو نفسها في حاجه تحل بيها تراكمات. مش هقول لك ابعت له الفيديو، لو مش عايز تبعت له الفيديو عادي مفيش مشكله، بس ارجوك حاول تساعده، لان صدقني لما تساعده، انا اصلا لما بقول لك النصايح دي دماغي اكتر والله بستخدمها في عندي في طب، يعني ما في حاجات والله انا بفتكرها من الفيديوهات اللي بقولها دي. ارجوك حاول تساعد حد تاني عشان ربنا باذن الله يساعدك ويحقق لك كل اللي بتتمناه. اخر حاجه احب اقولها لك، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.